السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيحكى إن في ضفدع وقع في بير، تمام، وعمال يحاول. البير ده كان عميق، عمال يحاول إن هو يطلع من البير، مش عارف، عمال يحاول مش عارف. اتجمع كل الضفادع وكل الحيوانات وهم يقولوا له استسلم بقى، مش هتقدر، البير عميق، مهما حاولت تنط مش هتعرف توصل، مش هتعرف. والضفدع ولا كأنه سامعهم، وعمال يحاول مرة واتنين وتلاتة وعشرة، وهم يزعقوا وهو فاكرهم ان هم اصلا بيشجعوه، لان الضفدع ده اصلا ما كانش بيسمع. وكل ما كل ما هو فاكرهم بيشجعوه بيحاول اكتر، وهم كل ما هم شايفينه محاولاته يائسه بالنسبه لهم، فعمالين يزعقوا فيه ان هو يبطل، وما يعرفوش ان هو ما بيسمعش اصلا، وعمالين وهو عمال يحاول وهم عمالين يحبطوا فيه لغايه لما الضفدع طلع. فجم يسالوه انت ازاي طلعت برغم كل المحاولات الطويله دي، وبرغم ان احنا كنا بنقول لك استسلم. اكتشفوا ان هو ما بيسمعش. تخيلوا بقى لو كان بيسمع. اولا بنتعلم ايه؟ بنتعلم ان اللي احنا ان اللي حوالينا بيحبطوا فينا، فبيقللوا من عزيمتنا، وان احنا لو سمعنا كلامهم فعلا هنحبط ومش هنكمل، تمام. لكن اي حاجه محتاجه محاوله مره واتنين وتلاته، وطول ما احنا بنحاول فاحنا هنوصل، ما دام ما بنسمعش لمحاولات الاحباط من الاخرين. جوه كل انسان طاقه، بعد التوكل على ربنا، طبعا التوكل على ربنا الاول، وبعد كده السعي، فبيوصل ان شاء الله باذن الله اللي هو عايزه. يبقى نتعلم ان احنا ما نسمعش محاولات الاحباط من الناس، نستعين بالله ونتوكل، ونحاول مرة واثنين وعشرة ومليون لغاية لما نوصل للهدف اللي احنا عايزينه. اللي بيسمع دايما كلام الناس في الغالب مش هيوصل. لو الضفدع ده كان سمع كلامهم وكان بيسمع كان هيحبط وهييأس وهيقعد يستسلم للموت لغاية لما يجي لغاية عنده. لكن هو ما استسلمش، ده بالعكس فكر ان هو بيشجعوه. وده برضو دليل بيعلمنا ان التشجيع حاجة مهمة جدا، ان احنا لما نشجع الانسان ونديله طاقة ايجابية هيبذل اقصى ما في وسعه علشان يوصل. يبقى ما نسمعش لو كلام يأس، لو كلام في تحفيز وتشجيع، ده أكيد بيشجع الإنسان كتير إن هو يكمل ويعافر لغاية لما يوصل. قصة وعبرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.